السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني مجموعة الأبطال في دي إكس إن. أنا اليوم مع أخي الحبيب مبخوت من الإخوان اليمنيين. هذا أخي اللي أخبرتكم عنه، عنده فشل كلوي ويغسل 3 مرات في الأسبوع، والحمد لله استخدمنا الفطر الريشي وعصير المورينزي، والحمد لله بدأ يتحسن عنده الكلى. الآن فقط لقاء بسيط معه، هو زارني الآن ويريد أن يتحدث أنه الحمد لله كيف استخدم هذه المنتجات ووجد فيها صحة الحمد لله، والغسيل ما صار يتعب فيه. فأنا ما أريد أن أستأثر بالحديث، لكن أنا بسأله بعض الأسئلة وهو إن شاء الله يجيبكم بإذن الله عز وجل. لن نطيل عليكم إن شاء الله. كيف حالك أبو سعيد؟ الله بخير، الله يعطيك العافية. أخبرني الله يحفظك، يعني كيف المنتجات هذه اللي استخدمتها؟ بعد كم بدأت تتحرك عندك؟ والله استعملتها أنا بأول أسبوع ماشي أتحرك فيه. ثاني أسبوع بدأ البول، يعني أحس إنه ببول. أول ما كنت أحس إنه ببول أبدأ ولا أروح الحمام ولا شيء، أنا عارف نفسي. بدأ أحس إنه أروح زي الطزة، زي الطزة، زي تفك البسبوس كذا. الحمد لله. أيه. قلت والله فرحت أنا، يعني زادنا تشجيع يعني. الحمد لله. وهم قلت إن شاء الله هذا بداية خير. يعني الأسبوع الثاني بدأ أقول إن أقوم بالليل الساعة 12 الساعة 1 بالليل 2 أقوم أروح أبول. الحمد لله. أحس بالبول، أحس إنه حشران زي ما الواحد كنت عادي، أحس إنه حشران. في حاجة متحركة في جسمك. والله كانت أول ينزل أصفر، بعدين أحمر شوية كذا، محمد شوية كذا. أي ينزل زي البول. الحين ينزل أبيض بس، كأنه مويه صافية. تشوف المويه اللي في يعني كان في البداية كان يخرج بعض الأشياء ما هي نظيفة، تشعر أن في وصاخات وكذا. أيوة. ربما يكون في أشياء صديد وتقرحات وكذا، يعني تفاعل الفطر الريشي والعصير ونظفوا المنطقة هذه. الآن البول شبه طبيعي، يعني ما في عادي زي البول اللي يبول زي ما ممكن. كم سنة ما كان يجيك البول؟ يمكن 3 سنين 4 سنين يمكن. 3 سنوات ما في بول؟ ما فيه. وتغسل كم مرة في الأسبوع؟ 3 مرات. 3 مرات. إيه. طيب بعد ما بدأت تتحرك عندك الكلى وفيه شيء من البول الحمد لله، كيف الغسيل الآن؟ الغسيل سووا لي الحين، كانوا يعطونا 4 ساعات. قالوا بنقصونا ساعة. صار 3 ساعات. أيوة. أمس الدكتور يوم السبت اللي راح، يوم السبت قال بنخفض الساعات حقك، بنخليها 2 ساعات. ممتاز، يعني من 4 ساعات إلى 2 ساعات. نحصل 100 جرام، هو ده كيلو ونص، 900 جرام نحصل مويه عنده. حاليا تجدون كمية الماء المحتبس في جسمك قليل جدا، قليل جدا. نقص الساعة. كيلو 200 جرام. كيلو 900. أيوة. سابقا كم؟ كان 3 كيلو ونص، 4 كيلو صار. من 4 كيلو إلى 3 ونص. أيوة. و 3 كيلو. سبحان الله. الحمد لله. أروح يعني أغسل يوم السبت، يوم الاثنين أغسل يحصل 3 كيلو 4 كيلو عندي. الآن قليل جدا الحمد لله. قليل كثير. طيب كيفك بعد الغسيل؟ يعني هل تتعب؟ لا أبدا، بعد ما أشرب العلاج هذا والله إنه ولا تو أعطي قفزة. الحمد لله. حتى السترات، تعرف السترات في البناء، إيش هذا مفروض؟ أنت ولد صغير تسوي كذا؟ أنت أول أنا أشيل يد اثنين حرمة، ثاني يشيل يد ينزلك من الكرسي. يعني سابقا كانوا بعد الغسيل يشيلونك شيل تعبان. الآن ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. كان الحمد لله ما غسلت، كأنه ما غسلت. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد لله. شوف نعم، حتى نفسيتي ارتاحت كثير. كنت معصب على العيال، كنت دائما معصب عليهم. حالة هذا الآن مرتاح الحمد لله. الحمد لله. نشاطك سابقا أنت أخبرتني أنك ما كنت بعد الغسيل تتعب وتروح البيت وتقول اليوم الثاني، يعني يوم الثاني أدوب زي الوقت هذا ينزل لي بس تقوم تتحرك. لكن الآن لا الحمد لله صرت تروح قلت لك من الضفير إلى الباحة ما أقدر أمشي. الحين أطلع وانزل بحاجات معي في أكياس تشيل أغراض وكل حاجة. الحمد لله. لا الحمد لله، يعني أنا مرتاح نفسيا والمرتاحين نفسيا. اللهم لك الحمد. هذه نعمة من الله عز وجل. لا نعمة والله نعمة. حتى البنات قالوا لي يا أبوي خلاص لا تفك هذا العلاج، خليهم يجيبون لك منه. طبعا هذا أبو سعيد، هذه الحمد لله احنا ما نقول عنها انها علاجات،
احنا نقول مكملات غذائيه. ليش هي؟ نقول علاج. اي لا، هذه مكملات غذائيه. أيوة. يعني في زي الغذائيه هذه. هي حلول، هي حل. هي السبب انها اعطتنا الحل. احنا هذه المنتجات هي مكملات غذائيه ليست علاجات. ليه؟ لانه في جسمك في خلل الان. الكلى في خلل. أيوة. طيب، فالان عندنا الحل اللي هو الفطر الريشي هذا والعصير. واليوم بنعطيك كورديسبس ان شاء الله عشان برضه يعطيك طاقه ثانيه ونشاط باذن الله عز وجل. إن شاء الله. فهي سببت يعني اعطتك حل لهذه المشكله الحمد لله. لا والله احنا ان شاء الله بنستمر يا ابو سعيد، ونحن معك ان شاء الله. الاخوان ايضا في جده جزاهم الله خير، القاده والاخوه كلهم يسالون عنك ويدعون لك حقيقه. وايضا قالوا اي شيء يحتاجه نحن مستعدين لله عز وجل، لان هذا باذن الله عز وجل خير وبركه. يعني هذا خير من الله عز وجل، واحنا سنستمر ونشكر الله عز وجل. عندي بنات قال من نزلهم لك هذول الناس وعطوك العلاج؟ الحمد لله. قلت هذا واحد صاحبنا هنا عبد الرحمن العمري من زمان ما هو والله يحفظه، كان عنده علاجات كذا وقال خذ منها وربك يسر. الله يشفيك. الله يشفيك. ان شاء الله انها تكون عاقبه الشفاء منه. خلاص هذا ان شاء الله. هذا برضه منتج ممتاز مكمل غذائي برضه بيعطيك نشاط ان شاء الله، تضيفه ان شاء الله مع السابق هذا. والله يشفيك بالعافيه. هذا اليوم اللي سجلنا فيه التاريخ هذا هو في يوم اظن اليوم 10 ها؟ يوم 10/2/1438. وان شاء الله يكون لنا لقاء معك بعد ما ان شاء الله تتشافى اكثر واكثر باذن الله عز وجل. شكرا ابو سعيد. الله يعطيك.